صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ الجميله دي بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهتاكلي صوابعك وراها. فراخ بتتبيله بسيطه جدا جدا جدا، وعمايلها سهله جدا، ومش هتاخد منك اي وقت ولا اي مجهود، وهتعملي منها الكميه اللي انت عايزاها. بصوا، عايزه اوريكم الفراخ مستويه ازاي. بصوا ما شاء الله، ما شاء الله عليها، مستويه سوا جميل جدا، وخدتش اي وقت في عمايلها ولا في سواها. بصوا، واللحم متحمر من بره ومن جوه زي الفل. عايزين نعرف هنعمل الفراخ دي ازاي، والطريقه بتاعتها السهله البسيطه، والتتبيله في منتهى السهوله. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. سمي الله كده وحط لايك للفيديو الجميل ده، واشتركي في القناه لو اول مره بتشوفيني. معاكي الفراخ بتاعتك، انا معايا النهارده اوراك، انتي بقى معاكي فراخ صدوري، وراك، اي حاجه هتعملها بنفس الطريقه. هغسليها كويس بملح وخل وليمون، وتعالي نشوف هنعملها ازاي. امسكي كده الفراخ بتاعتك، اعملي فيها فتحات كده، فتحات بسيطة كده، فتحتين 3، علشان تتبل كده والتوابل تخش فيها وتديكي طعم جميل. كمان الفتحات دي بتحمر معاكي، بتحمر الفرخة وبتسويها سوا حلو قوي. حلو قوي كده. بصوا، اسهل طريقة فراخ مشوية هتشوفيها، واطعم طريقة هتدوقيها. التوابل بتاعتها بسيطة جدا، لا عشان النهاردة احنا عايزين نحس بطعم الفراخ كده، نحس بطعم الفراخ كده في الاكل كده، ونحس ان احنا بناكل فراخ مش بناكل توابل. معايا ملح وفلفل وكمون، ملح وفلفل وكمون، وملخبطاهم على بعض بالشكل ده، مش اكتر من كده. هاخد من الملح والفلفل والكمون اللي انا ملخبطاهم دولت، وهبتدي ان انا ارش كده على الفراخ بتاعتي. بس كده، هو بس كده. هتدعكي بقى بالتوابل دي. معايا رشة من التتبيلة اللي هي بتاعت الفراخ المشوية، بتخلي ريحة الفراخ وطعمها حلو قوي قوي قوي. رش برضو شوية منها كده، وابتدي ان انتي ادعكي بقى الفراخ بتاعتك دي حلو كده بالملح والفلفل والكمون، ورشة من كيس التوابل بتاع الفراخ. اقلبي بقى الفراخ كده على الجنب التاني، وابتدي ان انت رش عليها بقية التوابل اللي عندك. قلبت الفراخ، هرش عليها بقية التوابل اللي عندي دي كلها بقى. انتي بقى هتحطي حسب الكمية اللي عندك. عاملة فرخة 2 3، قدري بقى الكمية اللي عندك، وعلى قدها رش توابل. رشة برضو من الكيس ده، ودعكي برضو الفراخ بتاعتك كده دعكة كويسة، بحيث ان التوابل كلها تخش ايه جواها، تطولها كده. بس كده، حاجة سهلة جدا جدا وبسيطة، ولا اي مجهود ولا اي وقت. اركنيها بقى لحد ما تيجي تسويها ساعة 2 3، قبلها بنص ساعة، زي ما انت عايزة. هتشرب بس من التوابل بتاعتها دي. هنشوف هنسوي الفراخ دي بايه، بحاجة بسيطة جدا جدا. مش هنكلكع بقى ونحط حاجات كتير، عشان زي ما قلتلكوا عايزين ناكل فراخ، عايزين طعم الفراخ لوحده فقط لا غير. معايا بصلتين وثلاث اربع قرون من الشطة الخضراء كده على الحمرة كده، الالوان دي، ومقطعهم زي ما انتوا شايفينهم بنفس الطريقة. بصل، فلفل اخضر او شطة، قرنين عندك الوان قطعيهم معاهم. بس كده، هو بس كده. مش هعمل الفراخ بتاعتي باكتر من كده النهارده، لا حاطين طماطم بقى ولا بطاطس ولا اي كلام من ده. انا عايزه الفراخ بتاعتي فقط لا غير، عايزه احس ان انا باكل فراخ بجد. هاتي بقى الفراخ بتاعتك بعد ما تصفيها كده من الميه اللي سردتها كده وتبقى ناشفه خالص. هجيب الفراخ بتاعتي اهي، صفيتها وما فيهاش اي حاجه وزي الفل ومتبله، وخدت راحتها خالص في التتبيله. وهبتدي ان انا افرد البصل والشطه بتاعتي ديت،
فوقيها وتحتها كده شوية، تحت كده وشوية فوق، مش اكتر من كده. اظن مفيش طريقة اسهل من كده، اسهل طريقة ممكن تشوفيها في حياتك، وممكن تعملي الكمية اللي انت عايزاها بنفس الطريقة. فرخة زي 2 زي 3 زي 10، نفس الطريقة واعملي اللي انت عايزاه. حطيت شوية من الشطة وشوية من البصل تحت كده، وقلبت الفراخ بتاعتي على الوش التاني، وهفرد بقى بقية البصل والشطة بتاعتي على الوش كده. بس كده، هو بس كده. شفتي بقى طريقة اسهل من كده؟ لا مفيش والله. زي ما هي كده، وولعي فرن البوتاجاز من تحت وحطيها، ما تولعيش من فوق، من تحت بس وحطيها وسيبيها مع نفسها. هتغلي بقى وتاخد وتدي كده، وتبتدي بقى ان هي تحمر كده نص تحميرة، تلون بس كده، وتخش على السوا. يعني بالظبط تلت ساعة من تاريخ ما هتحطيها، يعني هتحطيها هتسيبها تلت ساعة، تحس كده ان هي وشها ابتدى ان هو يلون كده، وابتدت ان هي تبقى نص سوا كده. هقولك هنعمل فيها ايه. حطيتها في الفرن، غابت معايا تلت ساعة، دخلت على السوا، استوت نص سوا كده، وشها ابتدى يلون. هتطلعيها من الفرن، هتطلعيها من الفرن. هنعمل فيها ايه بعد ما نطلعها من الفرن؟ هنجيب معلقة صلصة، معلقة صلصة من بتاعة البراطين، وهندهن بيها وش الفراخ. هتدهني بها وش الفراخ حلو قوي كده، بتديها لون حلو قوي، وبتعمل لها صوص كده جميل جدا جدا. بس الكلام ده بعد ما بتخش في السوا وابتدى وشها يلون كده، تجيبي بقى الصلصة بتاعتك وبتبتدي ان انت تدهني وش الفراخ كلها بالشكل ده. طريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة وجميلة. ادهني كل الفراخ بتاعتك كده عشان تديكي كلها لون شكل بعضها. بعد بقى ما تدهنيها دهنة حلوة كده كلها بالشكل الجميل ده، هتبتدي ان انتي تدخليها الفرن تاني، وبرضو ما تولعيش عليها من فوق، ولعي من تحت. هو اصلا الفرن تن والع، فهتحطيها زي ما كانت، مش هتولعي من فوق، بس هدي النار شوية، هدي النار من تحت شوية وحطيها، ملكيش دعوة بالشواية خالص، وهتستوي معاكي، وهوريكي سواها بعد ما تستوي، وهتديكي نتيجة حلوة قوي قوي قوي. الصينية طبعا سخنة عشان انا مطلعاها من الفرن. بصوا اهي دهنتها بالشكل الجميل ده بالصلصة بتاعتي كده، بتديها طعم ولون جميل جدا جدا. شوفوا بقى الفراخ كده بعد ما كملت سواها، بسم الله ما شاء الله. بصوا تحميرة جميلة جدا جدا، مستوية سوا جميل جدا، الشكل روعة روعة روعة. وتاكلي بقى تحس ان انت بتاكلي فراخ بجد، ولا توابل كتير ولا كلام من ده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله بجد. بجد كان طعمها تحفة، كان طعمها حلو قوي قوي. عملت جنبها برام رز في الفرن. اعملي بقى اللي انت عايزاه، مكرونة، رز بسمتي، رز ابيض، اللي انت عايزاه اعمليه. بسم الله ما شاء الله. طريقة سهلة جدا وبسيطة، تاخدش منك اي وقت، يعني الموضوع كله ما خدش مني 5 دقايق في تحضيرها، خدت اقل من نص ساعة في الفرن. موضوع بسيط. عايزة اقولك بقى ممكن تعملي بقى فرختين 3 4 لو عندك 10 فرخات هتعملون بنفس الطريقة، مش هياخدوا منك اي وقت بقى. اعملوهم بقى في عزومة، اعملوهم في مناسبة، اعملوهم ليكي في البيت. بصي حاجة سهلة وبسيطة، والفراخ مستوية وما شاء الله دايبة دوب. بصي العظم سايب اللحم، بصي اهي اهي.
اللحم كله احمر من جوه ومن بره، بصي حتى من جوه احمر وحلو قوي قوي ما شاء الله. ما شاء الله ادتني نتيجة جميلة جدا جدا ما شاء الله. بصوا حلوة قوي قوي قوي. جربوا الطريقة واستنوني في فيديوهات جاية كتير، واستفيد مع بوسي.